العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 181 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تقييم أضرار الجراد على المزارع في الإقليم الأوسط. حماية التربة والمياه في عدن أمن. مقتل 3 جنود فرنسيين في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة في مركبتهم. تركيا والمملكة المتحدة توقعان اتفاقا للتجارة الحرة. مجلس النواب الأمريكي يتجاوز فيتو ترامب ضد مشروع قانون دفاعي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 29 من ديسمبر في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في أقاليم الجنوبي والقشبركة والأوسط أظهرت إصابة 181 مواطن بفيروس كورونا. وظهرت إصابة فيروس كورونا في 117 مواطن في مراكز العزل في الأقليم الجنوبي، حيث كانت 43 في صنعفة و36 في دقمحرة، 19 في إنداقرقيس و12 في عد خويتو، و4 في أمندفرة و2 في مولقي و1 في عد قيح، و52 إصابة في مراكز العزل في أقليم القشبركة، منها 50 في أغردات و2 في تسيني و12 في أقسام استقبال المرضى في الأقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي 20 مريض بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الطبية في مستشفيات أقاليم الجنوبي وعنسبة وشمال البحر الأحمر، وهم 18 من الأقاليم الجنوبي و1 من عنسبة و1 من أقليم شمال البحر الأحمر. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 1220 إصابة، شفي منها 643 ووفاة مريض كورونا واحد، ولا يزال 576 مريض كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 29 من ديسمبر 2020. أوضح تقييم الإقليم الأوسط أن الجراد للزخارف هذه السنة في مديريات بريخ وقلنفحي وسرجقة وأخرية تم مكافحته قبل إحداثها أضرارا تذكر، وذلك نتيجة الاستعدادات المسبقة وأنشطة المكافحة المنسقة. وذكر مسؤول مكتب التنمية والنباتات السيد أسرات هيلي في التقييم الذي أجري اليوم 29 من ديسمبر بحضور كبار المسؤولين في الأقليم ولجنة التصدي والتنمية ومسؤولي مكاتب الزراعة في المديريات أن الغزو الأول للجراد ظهر في أغسطس في درفو قادما من أقليم شمال البحر الأحمر، والغزو الثاني للجراد ظهر في شهر أكتوبر في حمبرتي قادما من إثيوبيا عبر الأقاليم الجنوبي، وتم السيطرة عليه سريعا نتيجة الاستعدادات المسبقة. وقال لا يوجد إسراب جراد هبط على الأرض وطار، مشيرا رش المبيدات في مساحة أكثر من 10,000 هكتار بمشاركة 52 سيارة وأكثر من 20,000 من السكان وأكثر من 400 خبير زراعي وأكثر من 2,000 من أعضاء قوات الدفاع. وأوضح المشاركون أن الدورات التدريبية والاستعدادات المسبقة ساهمت للتصدي القوي لإسراب الجراد، داعين لتصحيح النقص الظاهر في المبيدات في بعض المناطق. وقال حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي هايلي في ختام الاجتماع إن قدوم الجراد في فترة وباء فيروس كورونا جعل التحدي أكبر، لكن تمت السيطرة عليه بتضافر جهود كافة الجهات والشعب دون إحداثه الأضرار، يعتبر نجاحا كبيرا. وأوضح أن خطر الجراد لا يزال قائما لوجوده في دول الجوار، داعيا القيام بالاستعدادات الجيدة وإزالة أوجه القصور. يقوم سكان ضاحية عدن أمن في مديرية لقوعنسبة بأنشطة إصلاح مجاري المياه لحماية السد المزمع تشيده من الطمي.
وقال مدير الضاحية السيد فرزقي تلا إن السكان يعملون بنشاط في النفير الجاري بإشراف إدارة الضاحية لإنجازه قبل حلول موسم الأمطار. وأوضح عضو وزارة الزراعة المتابع للعمل السيد دالش تسفاي بأن السكان اكتسبوا الخبرة في أعمال إصلاح مجاري المياه ومعرفة فوائده في السنوات الماضية، وأن العمل يشمل صيانة الحواجز المائية وبناء الجديدة. وأشاد مدير مديرية اللوغو عنسبة السيد أبراهام حقوس بالمبادرات الشعبية لحماية التربة وحفظ المياه، مشيرا إلى اكتمال الدراسات والتخطيط للسد الذي بدأت أعمال إنشاءته. ويتوقع من السد تنمية المياه الجوفية وحل إشكالية مياه الشرب والسقي والري. وتقطن ضحية عدن أمن حوالي 900 أسرة. أعلن مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية غرداد تقديم أكثر من 15 مليون نقفة إعالة لأسر الشهداء من عام 2013 وحتى عام 2020 في المديرية. وأوضح مسؤول المكتب السيد يماني كفلو أن الإعالة تقدم منتظمة 4 مرات في السنة لأسر الشهداء. من ناحية ثانية، أوضح السيد يماني تقديم المساعدات الحكومية والشعبية لأسر الشهداء المحتاجة والمعاقين وتأهيل الأسر المحتاجة بالمواشي بقيمة 10,000 نقفة ودعم مالي لأعضاء جمعية بدهو. وشكرت الأسر الحاصلة على الدعم بالإعانة المقدم من الحكومة والمجتمع. استشهد أمس 28 من ديسمبر قائد قسم التسليح في وزارة الدفاع المناضل العقيد عثمان أحمد جابر أنجلوي جراء مرض فجائي عن عمر 72 عاما. التحق المناضل عثمان أحمد جابر بجبهة التحرير الإريترية عام 1966 وانضم عام 1970 إلى قوات التحرير الشعبية، وخدم في فترة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة والهندسة العسكرية وتخزين السلاح بمختلف مستويات المسؤولية، ومن عام 1998 وحتى يوم استشهاده قائد قسم السلاح في وزارة الدفاع. والمناضل العقيد عثمان أحمد أنجلوي أب ل3 أبناء. وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم الثلاثاء 29 من ديسمبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل العقيد عثمان أحمد جابر أنجلوي، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن 3 جنود فرنسيين قتلوا في مالي عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم المدرعة. وأوضح البيان أن الجنود كانوا في عملية بمنطقة هامبوري، وبذلك يرتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي إلى 47، وذلك منذ تدخل فرنسا عسكريا للمرة الأولى في يناير 2013 للمساعدة على طرد جماعات محلية وجهاديين اجتاحوا أجزاء من هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل في غرب إفريقيا. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاقا للتجارة الحرة مع بريطانيا سيجري توقيعه وسيصبح ساريا عندما تقادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة التجارة البريطانية إن البلدين سيوقعان اتفاقا على أساس نفس الشروط التجارية القائمة حاليا بين أنقرة ولندن. وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين تركيا والمملكة المتحدة 18.6 مليون جنيه استرليني في 2019.
صوت مجلس النواب الأمريكي بتجاوز حق النقد الفيتو الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب لرفض مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار في خطوة تنمم على انقسامات غائرة داخل الحزب الجمهوري خلال أسابيع ترامب الأخيرة في البيت الأبيض. وصوت 109 من الجمهوريين بتجاوز فيتو ترامب، وانتهى التصويت بموافقة 322 صوتا ورفض 87 صوتا، ليصبح مصير مشروع القانون في يد مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. وقال ترامب إنه رفض التشريع لأنه يرغب في إلقاء توفير الحماية لشركات التواصل الاجتماعي في الأمور التي ليست لها علاقة بالأمن القومي. ويتناول التشريع عددا من قضايا السياسة الدفاعية، ويتضمن زيادة رواتب القوات الأمريكية، ويقره الكونغرس سنويا منذ عام 1961. فقد 17 بحارا بعد غرق سفينة صيد في القطب الشمالي الروسي، مع احتمالات ضئيلة لبقائهم على قيد الحياة نظرا إلى الظروف الجوية القاسية في هذه المنطقة التي يصعب الوصول إليها. ووفقا لوزارة الحالات الطارئة الروسية، أطلق القارب أونيغا المتمركز في مورمانسك، وهو ميناء رئيسي في القطب الشمالي الروسي، إشارات استيقاظ قبل غرقه قابلة أرخبيل نوفايا زيميليا في بحر بارنتس، حيث كان يصطاد في وسط عاصفة. وقالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن الوزارة إن طاقم المركب يتألف من 19 شخصا، وتم إنقاذ شخصين. وبين العاصفة والرياح القوية ودرجات الحرارة ذات البرودة القارصة في المنطقة التي غرق فيها المركب، يكون احتمال بقاء الطاقم على قيد الحياة منخفضا جدا. ختام النشرة، إلى اللقاء.